هذه المقترحات لم تصدر بعد، وسبقها التعديل الوزاري الذي صدر اليوم، لكن يبدو أن جبهة الإنقاذ سوف تصدر أسماء بديلة في حكومة افتراضية، حكومة غير حقيقية. هذا ما سأل عنه الأستاذ مجدي، هل هذا ما سوف يحدث؟ حكومة في الخيال بديلة عن الحكومة التي أصبحت واقعا وحلفت اليمين اليوم أمام الرئيس مرسي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هو يعني بداية هي مش حكومة خيال، هو المسمى الذي يطلق عليها هو حكومة ظل. وحكومة الظل هي حكومة في المقام الأول تعتبر فاعلة في الشارع المصري وليست حكومة مهمشة، بدليل ان احنا وضعنا معايير معينة لاختيار الوزراء ولم نختار شخصيات معينة من أحزاب معينة لكي يدلوا بدلوهم في الشارع. هذه المعايير تعتمد بالمقام الأول على الكفاءة المهنية التي لم نجدها في التغيير الوزاري الذي تم اليوم. بجانب الكفاءة السياسية هناك أيضا إلمام الوزير نفسه بوزارته، هناك طرحه أو رؤيته المستقبلية لخطة الوزارة سواء على المدى البعيد أو المدى القريب. هناك أيضا فن القيادة، وهو أيضا مفتقد فيما تم اختياره من يوم الوزراء، وسوف أعلن على ذلك فيما بعد. ليه فن القيادة مفتقد رغم ان احنا في كتير منهم ما نعرفهمش أساسا ولا شفنا، يعني ما اديناهمش فرصة كي يختبروا على المحك؟ بدليل ان الدكتور هشام قنديل ما زال متواجد، والدكتور هشام قنديل ليس لديه رؤية وليس لديه فن قيادة وليس لديه خطة معينة. الدكتور هشام قنديل عندما تولى الوزارة في شهر 7/2011 قال إنه هو عنده خطة على المدى القصير وخطة على المدى الطويل، ولم يدلي بدلوه في أي منهم، ولم يحدد نتائج ولم يحدد مفاهيم لهذه الخطة، ولم يضع لها أسس ولم يضع لها محددات، بل كان كلام على العوام أو كما يقولون عبارات رنانة. إذا كان رئيس الوزراء هو من يدلي بدلو أو من يسير بهذا النهج وعدم تواجد فن القيادة، فلا بد أن من يتولون الوزارات هم تابعون له. النقطة الهامة جدا التي لابد أن ندلل عليها أننا عندما أردنا تغيير هذه الوزارة وأشرنا عدة مرات للدكتور محمد مرسي بأننا نريد التغيير، كان هناك رفض مقبول تماما من حزب الحرية والعدالة للتغيير. وعندما علمنا بالسبب عرفنا أنه لن يتم تغيير الدكتور هشام قنديل. الدكتور هشام قنديل باقي حتى يتم وضع الانتخابات. الدكتور هشام قنديل شخصية تعتبر ليست بالشخصية القوية، وبالتالي هم يريدون شخصية ليست بالسلطة أو ليست بالقوة بحيث أنها تضغط على صورة الدكتور محمد مرسي. فلا بد أن تكون شخصية رئيس الوزراء أقل في المكانة من رئيس الجمهورية، لأنهم يريدون أن يتم الاستحواذ عن طريق شخصية الدكتور محمد مرسي وتواجده كرئيس جمهورية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، كان لدي مداخلة تليفونية وأنا في الطريق إلى هنا، وكان أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة فقال إن الوزارة الجديدة ما فيهاش غير بس 2 من حزب الحرية والعدالة. فأنا بس كنت أحب أضيف إن الوزارة تلتها من حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين. تلتها يعني 3؟ تلتها. يعني هم 9 وزراء. حضرتك بتتكلم على التعديل ولا على الوزارة كلها؟ أنا بتكلم على الوزارة كلها. يعني أنا عندي 8 وزراء قدام وعندي 2 جداد. عندي 10 وزراء. تلت الوزارة 35 وزير، منهم 10 حرية وعدالة وإخوان مسلمين. وبالتالي نحن أمام وزارة حزبية، وبالتالي أيضا نحن أمام منهج ربما لن نخوض الانتخابات القادمة، لأن هذه الوزارة حزبية. هذه الوزارة سوف تساهم في الاستحواذ على أكبر كم من المقاعد في مجالس النيابية القادمة. وربما يكون الاجتماع الذي سوف يتم بعد بضعة ساعات لأعضاء الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ ربما يخرج أيضا بهذا النهج. أنا لا أستبق الأحداث، ولكن هذه الرؤية هو العناد التام من قبل الرئيس محمد مرسي وتجاهل كل مطالب المعارضة، يجعل المعارضة المصرية ليس لها بدائل سوى التصميم على المطالب الثلاث التي رفعناها من البداية، وهي تغيير الحكومة تماما. نريد حكومة وحدة وطنية مستقلة تقود العملية الانتخابية على الأقل، مثلما فعلوا مع الدكتور كمال الجنزوري ولم يتبقى سوى أيام، وأطاحوا به تماما قبل وجود المجلس النيابي وأصروا على الإطاحة به، رغم أن الدكتور هشام قنديل عندما تولى الوزارة وفي أول ميزانية عمومية أشار لإنجازات الدكتور جمال الجنزوري بأنها الربع الأول من العام وأن هناك معدل نمو، ولم يحققه الدكتور هشام قنديل، بل الدكتور هشام قنديل وصل نموه خلال تلك الفترة إلى 2.4% فقط. طيب، الاختيارات الجديدة تظل هي محط الأنظار. البعض يرى أنها لا تمثل قيمة مضافة حقيقية، وأن الأسماء
الموجودة حاليا والأسماء التي كانت موجودة سابقا لا تمثل فرقا كبيرا في وجه مصر ولا في سياستها ولا أي تغيير. خلينا بس ما نظلمش كل الوزراء، وانا ارى ان في 3 أو 4 وزراء من الوزراء الجدد هم لديهم الكفاءه المهنيه بالمقام الاول. لكن البعض تم تكريمه، يعني هناك وزير خرج على المعاش فتم تكريمه بانه يستكملوه كوزير وادوا له وزاره متكامله. هناك بعض الشخصيات ليست لها شأن بأي وزارة، مثل المستشار يحيى حامد، وهو ليس بمستشار ولكنه كان مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية فأطلق عليه لفظ مستشار. الأستاذ يحيى حامد هو حاصل على ليسانس ألسن أو حصل على كلية ألسن وليس لديه أي دراسات في أي اتجاه، فيسند إليه وزارة هامة مثل وزارة الاستثمار التي تعني بالشأن الأول برفع القيمة الاقتصادية لمصر خلال الفترة القادمة. أيضا الدكتور عمرو دراج، وأنا أعرفه على النحو الشخصي، هو أستاذ في الأساسات وأستاذ في الخرسانات والأساسات، وأيضا أسند إليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهي أيضا نهج مخالف تماما لما ينتهجه الدكتور عمرو دراج. هناك أيضا بعض الأسماء طرحت ولا نعلم عنها أي ماضي. هناك أيضا وزير يعتبر تعيينه تعيين باطل وسوف أدلل على ذلك أيضا، هو المستشار تامر بجاتو. في نقطة حاتم بجاتو أنا آسف. في لما طرح قانون الانتخابات الرئاسية كان هناك مادة بتقول أن هناك مادة بقانون الانتخابات الرئاسية تخطر على أي عضو من أعضاء اللجنة الترشح، تحظر عليه الترشح لانتخابات الشعب والشورى وعدم تولي أي منصب قيادي تنفيذي طوال مدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يعني بطلان تعيين. ده موجود فين المادة دي؟ المادة دي موجودة في قانون الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسيه السابق لا اللي تم ترشح الدكتور محمد مرسي على اساسه. ما هو ده على وشك انه يتغير مظبوط، يعني تحط له معايير اخرى وبالتالي لا لسه ما اتغيرش الجديده. لا اصل طيب قانون انتخاب رئيس الجمهوريه دي انا هرجع للنقطه دي لان لم يطرح دي نقطه مهمه. احترام القانون نقطه مهمه، هرجع لها والنقاش مع حضرتك. لكن انا ما اعرفش اذا كان المواطنين يعني عارفين اسماء الوزراء الجداد ولا لا، يقدروا يحكموا على التغييرات الجديدة دي كويسة ولا لا. لكن كاميرا اون تي في لايف سألت المواطنين، هنشوف هيقولوا ايه. التعديل الوزاري ده شامل بالنسبة لنا هشام قنديل، لكن من غير هشام قنديل غير كافي. عايزين نعرف اصلا الوزراء اللي كانت القديمه ايه التجاوزات اللي عملتها وايه الخلافات اللي كانت موجوده في كل وزاره فيها، وايه اللي قدموه في الفتره اللي فاتت، وايه الوزراء اللي جايين ايه اللي هيقدموه. فعشان نعرف بس احنا كده قاعدين في مركب عايمه مش راشين على بر، وزير يجي وزير يمشي وزير يروح وزير يجي، هي الوزاره ما اتغيرتش، وهي سياسه الدوله ما اتغيرتش من العهد السابق. هو جاي على الوزراء اللي هم شغالين ويغيرهم، واللي هم عايزين يتغيروا ما اتغيروش زي الناس. يعني مثلا يعني هشام قنديل عمل ايه؟ ما هو يعني مثلا كبير الوزراء المفروض ان هو مثلا اساسا هو اللي يتغير قبل كل شيء، تغيير وزاري من رئيس الوزراء لكل الوزراء. حكومه من ساعه ما مسكت ازمات متتاليه ورا بعضيها ما عندهاش رؤيه، حكومه ما فيهاش اقتصادي واحد يقدر يشوف رؤيه لاقتصاد البلد. يعني ما فيهاش غير 2 وزراء هم 3 اللي شغالين. ايه تعديل وزاري؟ احنا رجعنا لايام حسني مبارك تاني، نشيل كام وزاره وكام حقيبه ونغير عشان نسكت الشعب. الشعب مش عايز كده خالص، الشعب عايز تعديل تام يحقق اهداف الثوره. احنا مش عايزين اخوان من جديد. هو انت بتشيل وزير عادي تجيب لنا واحد اخوان بتزود عدد الاخوان في الوزراء؟ لا احنا عايزين كله يتشال. قلنا من اول هشام قنديل كل الحكومه دي تتشال ونبدا من جديد تاني معاك ماشي. ولا ده كافي ولا اللي قبله كافي، لان هم ما بيعملوش حاجه للبلد. فايه اللي هيعملوه جديد؟ ان هم كل شويه يغيروا وزراء ويجيبوا وزراء وهم كلهم زي بعض. كلهم زي بعض، حكومه وتغيير وزاري دون تغيير رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل، الذي اعتبره المواطنون الذي اعتبروا أداءه أداء متواضعا للغاية. لا شيء تغير في مصر، وجه مصر لم يتغير، حالة المواطن في الشارع إن لم تتغير فقد تغيرت، لكن للأسوأ إلى الأقل. أرى بعض المواطنين عينة عشوائية، اللي جاي زي اللي راح. أستاذ مجدي، تعليقاتك على هذا الكلام؟ هل المواطنين بيبالغوا انهم لان يعني ده يعتبر افلاس فكري، او زي ما قال واحد من اصدقائنا النهارده من جبهه الانقاذ، قال ده ترقيع
ويمكن ده المبدأ اللي كان ماشي عليه الرئيس السابق محمد حسني مبارك لما كان ماشي بنهج لما تتزني اقلع او غير وزير. فكان لما تحصل ازمه من الازمات يتم تغيير وزير باي شكل من الاشكال ايا كان الوزير ده، حتى لو الوزير ده مش معني بالازمه اللي حصلت. فده اسلوب من اساليب الافلاس الفكري. ويبدو ان الدكتور هشام قنديل كان متابع لجبهه الانقاذ بالمقام الاول، فهو سارع لاعلان الحكومه ايا كان باي نهج باي كفاءه باي شخصيات باي معايير ليستبق الحركه التي سوف تعلنها جبهه الانقاذ بان هي سوف تعلن حكومتها. وانا احب برضو احدد نقطه معينه في اختيارات جبهه الانقاذ للحكومه القادمه. نحن لن نعني بالشأن الحزبي بالمقام الاول، نحن سوف نعني بالكفاءه المهنيه، وبالتالي نحن سوف نطرح اسماء تكون معنيه بالشأن العام المصري ويكون لديها حلول لكل مشاكل الوطن بغض النظر عن انتماءاتها الحزبيه او اذا كان مستقل او حزبي ايا كان الشخصيه، فلا بد انها تكون شخصيه لها وجود ولديها من الكفاءه ما يساعدها على الحلول الممكنه. طيب نقطه ثانيه انا كنت شايفها، في نقطه ثانيه أنا كنت ارى ان لابد من الغاء وزاره التخطيط والعوده للمجلس الذي لغاه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وهو المجلس الاعلى للتخطيط، وهو اللي كان منوط له بتخطيط السياسات المصريه، السياسات الاستراتيجيه او الخطط الاستراتيجيه على مدار السنوات القادمه، والعوده الى الخطه القوميه التي كانت منتهجه في بدايات حكم مبارك، وهي التي علت من شان مصر ورفعت معدل النمو في مصر الى 8.6 في وصولا لسنه 2000، يعني من بدايه من 81 لغايه 2000 كان معدل النمو في مصر 8.6، وده كان معدل مرتفع لمصر التي لا تمتلك من الامكانيات ما يتيح لها هذا النمو. اذا يعني هناك مشكله تواجهها السلطه، لا نقول الحكومه، تواجهها السلطه في مصر، وبالتالي لجأت الى فكره الترقيع زي ما حضرتك بتقول، استبدال بعض الوزراء على نفس الكفاءة وذات النسق، ربما بطبيعة التغيير الشخصي قد يأتي وزير أكفأ وقد يأتي وزير أقل وقد يأتي وزير موازي، لكن ليس هناك تغيير في وجه الوزراء. المستشار حاتم بجاتو تحديدا أثار نوعا من الجدل الشديد. حضرتك تحدثت أنه هناك في قانون انتخابات الرئاسة ما يجعل وضعه باختيار وزيرا للمجالس النيابية وضع غير قانوني، وبالتالي هذا اختيار باطل. هناك آخرون رأوا أنها بالفعل مكافأة على وجوده في لجنة الانتخابات. لكن دعني برضو أتحدث، يعني هل هو المستشار حاتم بجاتو هل هو شخصية مثيرة للجدل؟ هل وجوده مثير للجدل، خاصة أن البعض يرى أنه لم يأتي وزيرا للعدل؟ يعني إذا كان متوقعا أن يكافأ بشكل فعلي وشكل حقيقي أن يذهب على رأس منظومة العدل في مصر، وبالتالي ربما أيضا هو وجه سوف يقبله كثير من القضاة. يعني المستشار أحمد مكي كان يواجه مع القضاة مؤخرا مشكلات كثيرة، وبالتالي ربما المستشار حاتم بجاتو كان وجها مقبولا أكثر لديهم. المستشار أحمد مكي ربما أحس بالذنب الشديد فقدم استقالته في أواخر أيامه، لأنه حس أنه حاتم بجاتو نعم المستشار أحمد مكي أحمد مكي اتفضل. لأنه حس أنه ليس على سياق الثورة الذي كان يرتديه منذ بداية انتسابه لتيار الاستقلال. لكن أنا عايز أقول على نقطة معينة بالنسبة للمستشار حاتم بجاتو. المستشار حاتم بجاتو لو نتذكر جيدا الصورة التي وضعتها له جماعة الإخوان المسلمين في بدايات الحملة الانتخابية، عندما وضعت له صورة وفي خنجر في رأسه وكتبوا عليه حاتم بجاتو اقترب يومك، عندما كان رافض تماما لمشاركة خيرت الشاطر لأنه غير مستوفي للشروط الرئاسية. وأيضا عندما تمهل في إعلان مع المجموعة المشكلة لإعلان الانتخابات الرئاسية، تمهل في إعلان النتيجة، فبالتالي كانت هناك عليه حرب ضروس. وأيضا هناك موقع إخوان أونلاين الذي قال عن حاتم بجاتو في يوم من الأيام إنه ترزي المجلس العسكري، وبالتالي ده كان موقف الإخوان عن حاتم بجاتو اللي بيكرموه النهارده وبيعينوه وزير المجالس النيابية. حاتم بجاتو يا سيدي الفاضل هو مطالب بالشهادة في قضية هامة جدا، وهي قضية كيف تولت المجلس الأعلى للانتخابات، أو كيف قبل المجلس الأعلى للانتخابات أوراق الدكتور محمد مرسي، وهو لديه الكثير من الخطوط الحمراء في قبول أوراقه ومنها هروبه من سجن وادي النطرون. وكان المستشار حاتم بجاتو مطلوب لسماع شهادته في خلال أسبوع، فبالتالي ربما هذا المنصب
سوف يجنبه التواجد في المحاكمة، أو سوف يكون مكافأة له على أنه قبل أوراق الدكتور محمد مرسي كرئيس الجمهورية؟ لكن هناك فرق في الأمر. كان هناك حكم جنائي وبالتالي يمنع الترشح بسبب الدكتور محمد مرسي في هذا التوقيت، وحتى هذا التوقيت لم يصدر ضده ولم تسقط الأسباب جنائي، كان معتقلا سياسيا. أيوة. يعني هذا ليس من ضمن يعني لا يوجد نص يمنعه من الترشح، لكن يعني دعنا سواء رضينا أم لا أن نعمل حكم القانون، ليس دفاعا عن أحد، وليس دفاعا لا عن مرسي ولا عن الشاطر ولا عن غيره، ولا يعني في النهاية هناك قواعد يجب أن تطبق على الكل. طبقت على عمر سليمان الراحل، طبقت طبقت على حازم صلاح أبو إسماعيل، طبقت على كل الناس. طالما مواد القانون اللي المفروض ما يكونش مواد القانون تفصيل، ده شرط بس القانون أن يكون قانونا يطبق على الكل بشكل سواء، وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع، لا يفصل لصالح أحد الفصائل والتيارات. إذا كان القانون يطبق فنحن معه، حتى وإن كان قانونا من وجهة نظر حضرتك أو وجهة نظري جائرا. اتفضل. أنا يعني عفوا بس هذه طبعا يهمني جدا توضيح. يبقى نعود للنقطة الأولى، وهي المادة الهامة جدا في قانون الانتخابات التي كانت تمنع أي قاضي من القضاء المشرفين على العملية الانتخابية من تقلد أي منصب تنفيذي خلال فترة الرئيس المنتخب. هذه نقطة هامة ولا بد من الدلال عليها بأن تعيين المستشار حاتم بجاته هو باطلا حسب نص المادة من القانون. والله أنا بحاول يعني دلوقتي عمال أدور في القانون النقطة دي، وفي نقطة تانية بتقول إنه لا يجوز إن هذا العضو يكون له أي حقوق وامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة زيادة، إنه عضو إنه تم تأكيد أنه لا يخوض الانتخابات التشريعية، ألا يكون منتمي لأي حزب سياسي، ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة، أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين أثناء مدة عضويته في اللجنة، أو تقلد منصب تنفيذي أثناء مدة عضويته في اللجنة، وليس أثناء مدة تولي الرئيس. أنا مش عارف، أنا طبعا هنحاول نتأكد، والزملاء برضو بيحاولوا يتأكدوا الحقيقة، لكن يعني حضرتك تأكدت من هذا النص. أنا عملت عليها بحث قبل ما أجي المادة. فاكر المادة رقم كام؟ طيب لا مش فاكر المادة، مش متركزة. طيب لو رجعنا احنا طالما بس في هذه النقطة القانونية، أنا هينضم إلي الآن عبر الهاتف المستشار أمير رمزي، القاضي بمحكمة الجنايات. سيادة المستشار أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نتحدث عن التعديل الوزاري، نتحدث أيضا الآن في معرض اختيار المستشار حاتم بجاته. ضيفي في الاستوديو الأستاذ مجدي حمداني يقول بأن هناك مادة تحظر على اللجنة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية أن يكافئ أحد أعضائها وإن كان بتقلد أحد المناصب السيادية أو المهمة كوزير في إحدى الحكومات أثناء تولي الرئيس الفائز فترة رئاسته. أحاول أن أتحقق من هذا الأمر ولم يسعني حتى الآن التحقق منه. يعني هو طبعا هو ده يعني كلام دارج دلوقتي طبعا، بان ده تكريم او تقدير او تعويض او حاجات كتيره قوي للمستشار بجاته. نعم. لما حدث وقت الانتخابات، لكن طبعا يعني المفروض ان المستشار بجاته هو قاضي يعني، ويعني انا مش قادر اقول ان هو كان يقبل او لا يقبل حاجه زي كده، لان ده امر بيرجع له هو، وهو المقدر لحاجه زي كده. لكن للاسف ان في الوقت الصعب ده يعني هو اتاح فرصه للناس انها تتكلم. لكن انا يعني قانونيه. نعم، اتفضل يا استاذ المستشار. طيب سياده المستشار امير رمزي القاضي بمحكمة الجنايات، شكرا جزيلا لك. يتضح أن موقفه موقف داعم بشكل أو بآخر. هو قاضي وله أن يعمل وله أن يتقلد بعد أن يكون خارج منصة أو عمل القضاء أو سلك القضاء العمل السياسي. شكرا جزيلا المستشار أمير رمزي القاضي بمحكمة الجنايات. أعتقد أن كنا ما نبحث عنه هذا كان مشروع قانون ولم يكن أحد نصوص القانون، وأعتقد أن المحكمة الدستورية لم تمرره، يعني هذا النص بعدم جواز تعيين
من هو عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية أثناء فترة تولي الرئيس. عموما برضو احنا يعني هنحاول نناقشه قانونيا فيما بعد. أنا بس عايز أرجع للوزراء اللي تم تعيينهم. اتفضل. العشوائية زي ما قلت لحضرتك في اتخاذ القرار وفي تعيين الوزراء كانت بادية من اليوم الأول. فالسيد يحيى حامد اللي هو يعتبر مستشار رئيس المتابعة والتنسيق الحكومي اللي هو أصبح وزير الاستثمار، طرح اسمه أول أمس بأنه وزير الكهرباء، ثم طرح اسمه اليوم وزير الاستثمار. مش كانوا 12 وزير وبعدين بقى 11 وبعدين التعديل رسي على 9. لما طلع الدكتور هشام قنديل قال ان في وزراء مكلفين بعدة ملفات معينة لم ينتهوا منها بعد، وبالتالي نحن أرجأنا تغيير الاثنين وزراء اللي فيما بعد، منهم الأستاذ يحيى حامد. وده من دلائل العشوائية أن يتم تعيين رجل خريج 1999 ولم يعمل بأي منصب من قبل ولم يكن له دور في الإدارة وزير الاستثمار وكان مطروحا وزير الكهرباء. هذه عشوائية تم في الاختيار. أيضا السيد وزير الاقتصاد برضو هو رجل خبرة وله عدة مؤلفات عن المصارف الإسلامية، ويبدو أنه تم استقطابه لأجل إتمام مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرح من قبل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. الاسم الآخر الذي عليه عدة دوائر هو وزير الثقافة، وهو شخصية أيضا لا يعلم عنها أحد أي شيء، ليس له دور، ليس له كتب، ليس له مرجعيات، ليس له مؤلفات ثقافية، ليس له دور في الحياة الثقافية المصرية. هو عبارة عن مونتير سينمائي، وكل دوره ربما المعيار الوحيد الذي تم اختياره عليه هو أنه كان من أكثر المؤيدين للدستور الجديد الذي وضع من قبل جماعة الإخوان المسلمين. هذه الوزارة بأكملها. ثانية واحدة، المعايير اللي انتم وضعتوها في جبهة الإنقاذ لاختيار الوزراء الكفاءة المهنية. حضرتك الكفاءة المهنية في المقام الأول، فن القيادة، المام الوزير بوزارته، وضع خطط استراتيجية على المدى القصير والمدى البعيد، أن يكون له وعي سياسي ويكون ملم بهموم الجماهير ولديه طرح لمعالجة هذه الهموم، أن يكون لها آلية لتنفيذ هذه الخطط. بس دي الحقيقة برضو هي معايير عامة معروفة. يعني أنا عندما أختار مش وزير، المعيار الأساسي هو الكفاءة المهنية، بغض النظر عن الكفاءة السياسية، والكفاءة المهنية أيضا تواجده بين الجمهور ولديه لغة من الخطابة بحيث أن يصل بهموم الوزارة إلى المواطن المصري. هذا معيار هام جدا، لأن بعض الوزراء لا يعرفون لغة التحدث ولا يعرفون لغة الخطابة. طيب الكفاءة المهنية هي المعيار الأول، وطبيعي أنا هشتغل شغلانة يبقى لازم أعرف في هذا العمل، وإلا ما اقدرش اتولاه. يعني ما بقاش مندوب مبيعات وبقى وزير استثمار. يعني لو هتنفع تبقى وزير استثمار انا ما عنديش مانع وانت مندوب مبيعات، بس المهم تكون بتعرف. استاذ اساسات طيب. وخرسانه وبقى وزير تخطيط وتعاون دولي. والله لو بتعرف التعاون الدولي بقى. طيب انا بس هسأل ضيفي على الهاتف دكتور صلاح جودة، وهو المستشار الاقتصادي لهيئة المفوضية الأوروبية، على رأيه في هذه الاختيارات. برحب بيك أولا دكتور صلاح. دكتور صلاح، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا عاوز اصلح التايتل المستشار اقتصادي لمفوضيه العلاقات الاوروبيه العربيه. العلاقات الاوروبيه العربيه، تمام، مش المفوضيه الاوروبيه. اوكي ماشي فهمت. يعني بنتحدث عن معيار الكفاءه في اختيار الوزراء. على راس بعض الوزارات وزارات اقتصاديه، ونحن نعاني ازمه شديده، وزاره الاستثمار وعليها ان تضع خطه للاستثمار في مصر وان تسهل مساله الاستثمار. كذلك ثالث مره في عهد الرئيس مرسي يتم تغيير وزير الماليه. لدينا ازمه اقتصاديه، يبدو ازمه ماليه حقيقيه. يعني هل نحن في مازق وهل الاختيارات تتم عشوائيا ام ان حضرتك ترى الامر بشكل اخر؟ طيب باختصار شديد يا فندم، احنا كنا بنقول ان مصر وجعها اقتصادي خلال الفتره اللي فاتت. اما اجي اغير يبقى المفروض اجيب ناس بكفاءه اعلى او بمقدره على العمل اعلى. اولا المجموعه الاقتصاديه اللي اتغيرت انا شايف انهم يعني تم تغييرهم حاجتين اثنين. واحد، الاخفاق في المباحثات مع صندوق النقد الدولي، خاصه السيد وزير الماليه والسيد وزير التخطيط والتعاون الدولي. اثنين، انه امتصاص غضب للشعب موجود، والله بيقولوا والله غيروا علشان خاطر المجموعه الاقتصاديه. انما الاهم من دوت، انا النهارده السيد رئيس الوزراء ليس له خلفيه اقتصاديه وليس من السياسيين المحنكين، فكان يبقى من الافضل ان يكون هناك نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه كان هيقوم بتغطيه العجز اللي موجود في الاداء الاقتصادي كان للمجموعه السابقه. تمام. 2 المفروض ان المجموعه الاقتصاديه قبل ما تقعد انا ايه الخطه وايه الهدف اللي جايين له. يعني ايه الخطه اللي الحكومه بتعلنها ايه علشان الناس دي تقوم بتحقيقها، علشان ما نغلطش نفس الغلطه بتاعت الوزاره اللي هي من 2/8/2012 ل 4 يناير 2013 ومن 4 يناير للنهارده. الحكومه ما كانش ليس لديها رؤيه ولا خطه اعلنت عليها. الحاجه الاهم من دوت ايه هو المعيار اللي تم عليه الاختيار كذا. المعيار الوحيد اللي انا شايفه اللي تم عليه هو الولاء، سواء لجماعه الاخوان المسلمين او الولاء التام اللي موجوده. يعني في مجموعه من الوزراء اولا عليهم كلام مفروض ان الراجل اللي كان ماسك الاستاذ المحترم بجاتو اللي هو كان ماسك اللجنه مستشار حاتم بجاتو. نعم المفروض انه وفقا للدستور او انا مش بتاع قانون بس يعني الثقافه القانونيه قالت والله ان ممنوع حد فيهم يتعين في منصب قبل مرور 5 سنوات. هكذا قال الدستور. هل احنا مر علينا 5 سنوات من انتخاب سياده الرئيس للنهارده؟ يعني ال4 سنوات المده الاولى للرئيس عدت وعليها كمان سنه. هو فقط يعني حضرتك بتتكلم عن روح القانون، لكن الحقيقه ان المحكمه الدستوريه حينما تحدثت عن مثل هذا امر قالت ان هذا يعد نوعا من العقوبه دون ارتكاب فاعلها جرما، عقوبه دون جرم، يعني لا يوضع محل شك يعني وهو لم يفعل شيء. يخليني يا فندم انا ايه اللي يخليني النهارده اخش في حاجه فيها مشكله وفيها يعني مظبوط. هل لا يوجد في مجال القضاء من هو يتم اختياره وبدون اي مشاكل لا مجال قضاء ليه؟ هو لم يعين حتى وزيرا للعدل، ده راح وزيرا لشؤون المجالس النيابيه. ما انا عارف يعني حتى مش لازم قضاء. لو هو مصر على مستشار يجي يبقى في حد من المجموعه القانونيه مظبوط. اكيد في نفس اكيد مظبوط. 100%. مظبوط. انما المجموعه الاقتصاديه انا هقول لحضرتك على حاجه يا فندم. هل حضرتك رايت او سمعت لاي منهم اي دراسه موجوده او اي تواجد سواء مش هنقول اعلام، تواجد في اي محافل علميه موجوده؟ اكيد انا نفسي لا اعلم، بس ما اعرفش احتمال يكون حضرتك شفت او حد من الساده المشاهدين راهم قبل كده. ده نفس اختيار احمد نظيف لما تم اختياره من قبل الرئيس السابق رئيسا للوزراء، واحمد نظيف لم يشاهده احد لا في معزه ولا في فرح قبل كده ولا حد كان يتم المعرفه بقى. هي دي المشكله. يبدو انه له فروق كثيرا، يعني يمكن اشهرهم الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي. عموما يعني هناك الكثير حاله من الجدل حول هذه الاختيارات، وان راها البعض يعني حاله جدل غير مثمره، لانه في النهايه الاختيارات شبيهه بما سبق وربما ايضا بما هو آت. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور صلاح جودة من العلاقات الأوروبية، المستشار الاقتصادي للمفوضية العلاقات الأوروبية العربية. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام اسمحوا لي أذكر حضراتكم سريعا بالتعديلات الوزارية الحقائب 9 الجديدة. المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل، المستشار حاتم بجات وزيرا لشؤون المجالس النيابية، المهندس شريف، كان في كذا مستشار معلش، المهندس شريف حسن رمضان وزير للبترول والثروة المعدنية، دكتور أحمد الجزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دكتور فياض عبد المنعم وزيرا للمالية، دكتور أحمد عيسى وزيرا للآثار، دكتور أحمد عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، دكتور علاء عبد العزيز عبد الفتاح وزيرا للثقافة، الأستاذ يحيى حامد عبد السميع وزيرا للاستثمار. أعود إلى ضيفي في الاستوديو، وكنا نواصل القراءة في اختيارات الوزراء. وضعتم معايير، هل وضعتم أيضا تسميات لبعض الحقائب إذا أو أنتم على وشك في جبهة الإنقاذ بالطبع أن تصدروا أسماء من تتخيلون أن يتولى الحقائب الوزارية؟ لا، هذه الأسماء لم تطرح بعد. احنا طرحنا الأول الوزارات ويمكن توصلنا إلى 20 وزارة لو في وقت أقول لحضرتك بشكل سريع. وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والاستثمار، وزارة التجارة والتموين، وزارة الصناعة، وزارة النقل، وزارة الزراعة والري، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، الخارجية والتعاون الدولي، الداخلية، أيوة يعني الشباب والرياضة. هناك 20 وزارة. 20 وزارة. لكن هل هناك
دائرة، مش هقول لك اسم لكل وزارة، هل هناك دائرة أنتم يعني هنسمع أسماء على رئاسة الوزراء؟ عفوا، يعني أنتم في جبهة الإنقاذ هنسمع أن عمرو موسى هو رئيس الوزراء، دكتور محمد البردعي رئيس الوزراء، لم يحدث السيد حمدين صباحي يعني أنتم تتحدثون عن من؟ هذا الطرح لم يحدث حتى الآن. لم يطرح أي من الأسماء التي ذكرتها كرؤساء وزراء، بل هم ممتنعين تماما عن أن يطرح اسمهم كرؤساء. هناك جبهة الإنقاذ لديها من القيادات أكثر من وزير في أكثر من وزارة. نحن مستعدين لتشكيل عدة وزارات وليست وزارة واحدة. عندما جلسنا واللجنة المكونة لاختيار الحكومة ووضع معايير اختيار الحكومة، نحن كنا 5 أفراد. عندما نطرح اسم وزارة التعليم والبحث العلمي، كل منا يطرح اسم، أكثر من 5 6 يصلحون لهذا المنصب، وكذلك باقي الوزارات. وبالتالي نحن لدينا كفاءات في مصر عدة. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أليس هناك أي اسم يمكن أن يطرح من الوزارة الحالية ولو واحد أنتم ترونه كفءا لمنصبه؟ أليس هناك من ترونه من التيار الإسلامي أيضا يمكن أن تطرحوه، ولا البدائل الوحيدة المقترحة لديكم هي بدائل تابعة لجبهة الإنقاذ أو مستقلين مؤيدين لجبهة الإنقاذ؟ دعنا لا نتصرف مثل الآخرين. هذا لم أطرحه في بداية حواري، إنما حددت أننا سوف نعمل بالكفاءة المهنية في المقام الأول بغض النظر عن انتمائه الحزبي. يعني حضرتك ممكن تجيب حد من الحرية والعدالة من التيارات الإسلامية، لأنها لن تنضم إلى جبهة الإنقاذ التي يطلقون عليها جبهة الخراب. لا، أنا بقصد حينما تطرحوا أسماء، هل تطرحون بدائل سيد الفاضل، يعني بغض النظر عن انتماء سياسي ولا لو حزب الحرية والعدالة لديه من الكفاءات لكان استحوذ على كل الحكومة، لكنه ليس لديه كفاءة، بدليل أنه اختار بشكل عشوائي. فإذا كان يحيى حامد هذا يصلح وزير الاستثمار، فأنا أصلح كرئيس وزراء. يعني المشكلات ليست شخصية على أسماء، لكن أنا بتكلم عن انتماءات. الخارج يعطي لوزارة هشام قنديل 0، والداخل يعطيها عدة أصفار. هذه الحكومة مكونة من عدة أصفار كبيرة. هذه الحكومة ليس لديها إنجازات، بدليل عندما تحدثنا قبل اللقاء وتحدثت معك بأن وزير المالية تم تغييره 3 مرات، حتى أن صفحة وزارة المالية تعبت من كتر تغيير الأسماء. لماذا يتم تغيير وزير المالية 3 مرات والوزير مرسي، واحنا اعتقدنا ان كل الوزراء سوف يكون اسمهم مرسي او المرسي، وتحدثوا بان وزير المالية هذا يتبع نهج الصندوق وهو مكمل لسياسات الصندوق النقد الدولي، وهو من سوف يساعد على الحصول على القرض، ونفاجأ به تم إقالته بين يوم وليلة. وأتوا بوزير مالية آخر لا ندري عنه أي انتماء سوى أنه ينتهج نهج المصارف الإسلامية والصكوك الإسلامية، وهو مكمل لمشروع الصكوك الإسلامية أو أسلمة البنوك المصرية. طيب. دعني أسألك سؤالا أخيرا قبل أن نختتم هذا اللقاء. هل تعتقد أنا عايز أقول حاجة، أن الوزير الوحيد اللي كانوا دايما يشيلوه في الأول ويعتبر أنه ملوش لازمة ما اتغيرش المرة دي، هو وزير البيئة. يعني حضرتك بتتكلم على اساس انها وزاره تكميليه وليست من الوزارات الاساسيه باستمرار عندما نطالب بتغيير وزاري منذ عهد مبارك يتم تغيير وزير البيئه اول الاسماء. طيب، السؤال الاخير الذي اساله لحضرتك، هل تعتقد ان الوزراء محاسبون بالفعل خلال الحكومه الماضيه أو خلال الحكومة الحالية أو الحكومة اللي قبلها 3 تعديلات 3 أشكال للوزارات في عهد الرئيس محمد مرسي حتى هذه اللحظة؟ هل تعتقد أن الوزراء محاسبون؟ يعني في وزير هيشتغل كويس من نفسه وفي وزير هيشتغل وحش من نفسه، ولا هم تابعون لأجندة يتم وضعها وبالتالي هي أجندة الحرية والعدالة وأجندة الإخوان، وليس هناك بصمة شخصية لا معتمدة لا على الكفاءة ولا على التكنوقراط ولا على أي شيء من هذه المعايير؟ زي ما دللت في بداية حواري أنه تم محاربة كبال الجنزوري لأنهم يريدون وضع وزراء. هذه الوزراء المكونة من 10 وزراء، وهذه أسماءهم معي، 10 وزراء ينتمون للإخوان المسلمين والحرية والعدالة، وهم آتون فقط من أجل العملية الانتخابية من أجل وضع أكبر عدد من المقاعد في المجلس التشريعي القادم، لأن الرئيس محمد مرسي لديه 4 سنوات بينما المجلس التشريعي لديه أكثر من 5 سنوات، وبالتالي هم يريدون إعطاء فرصة أخرى للدكتور محمد مرسي لجولة رئاسية قادمة بهذا المجلس الذي سوف يكون أغلبيته حسب الحكومة الموجودة الغير شفافة. عفوا، ليه لازم المجلس يجي على تشكيل الحكومة؟ المجلس ده انتخابات أخرى، إذا تحدثنا عن انتخابات نظيفة عندما غير مزورة فإحنا بنتكلم عن خلينا نقول عن احتمالية مكسب أي حد. الوزراء المعنيين بتغيير الرأي العام في الشارع المصري هم من؟ وزير التموين،
وزير التنميه المحليه، وزير الاعلام، لا ما تقوليش وزير الاعلام مسؤول وزير الاعلام متولي، يعني لا وزير الاعلام ليس الان مسؤولا متولي. على فكره احنا ناقشنا في جبهه الانقاذ بان احنا لا نسمي وزاره اعلام، لاننا نؤمن ان الاعلام ولديه محددات ولديه خطوط ولديه من القوانين ما يحدده، وبالتالي نحن لا نريد طرح شخصيه تقوم بتلجيم كل هذه المعلومات. انا اتحدث وانا ابن من ابناء الاعلام، لكن للاسف الشديد التلفزيون المصري اصبح لا يوجه الاعلام، بل على العكس يعني الناس اصبحت غير متعاطفه او معظمهم، وانا حزين ان انا اقول الكلام ده، انا ابن التلفزيون المصري اساسا، انه نوضع في هذا المأزق والناس تبطل تسمع او تثق، وبالتالي وزير الاعلام بالجهاز الاداري والجهاز الفني والاعلامي الكبير، هذه الآلة العظيمة للاسف ان تعطل او ان يكون وجهها سيء. ده شيء النهارده انا يحزنني وانا بقوله، لكن بالطبع. للاسف اصبح لا يغير كثيرا في وجه السياسه في الشارع المصري. طبعا لما يكون للاسف على راس وزاره الاعلام رئيس يسمى وزير يسمى بوزير التحرش، فدي صبة في جميع الاعلام المصري. نقطه اخرى كنت احب ان اضيفها، اثناء تولي الدكتور علي لطفي الوزاره وكان ينادي بالتقشف وحدث تقشف في الشارع المصري، كان هناك فيلم يعرض لعلي بدرخان اسمه الجوع. الشعب المصري شعب ذكي جدا ولماح. فبمجرد عرض هذا الفيلم فوجئنا ثاني يوم بأن محي اسم علي بدرخان وأضيف إخراج علي لطفي. هذا هو الشعب المصري الذي لا يقبل بوزارة أخرى تؤدي به إلى الجوع. حضرتك شرفتنا أستاذ مجدي حمدان، لكن هل لك أن تضيف أي كلمة أخيرة، رسالة توجهها وأنت في إطار جبهة الإنقاذ وتتحدث أنت مقرر لجنة معايير اختيار حكومة جبهة الإنقاذ؟ كنت أتمنى أن الدكتور محمد مرسي يتماشى مع المعارضة ولو حتى لإظهار المعارضة في الشارع المصري، بأن يتبنى مطالب المعارضة ويقوم بتغيير حكومة هشام قنديل بشكل كامل، وأيضا يساعد على أن يكون هناك قانون انتخابات بالشفافية ونزاهة، وأيضا يترك السلطة القضائية للقضاة المصريين الشرفاء بأن يختاروا نائبهم بنفسهم، إلا أن الرئيس محمد مرسي ما زال يصمم على أنه سوف يسير في طريق القطب الواحد والحزب الواحد والجماعة والعشيرة. أنا عايز أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مجدي حمدان، مقرر لجنة معايير اختيار حكومة جبهة الإنقاذ وعضو المكتب التنفيذي واللجنة السياسية للجبهة والقيادة بحزب الجبهة الديمقراطية. أهلا وسهلا يا أستاذ مجدي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، من موضوع إلى موضوع آخر نتنقل. الآن نذهب لبث مباشر لأول مؤتمر صحفي لنادي ضباط الشرطة منذ انتخابه، وذلك لعرض ما تم التوصل إليه في اجتماعات مجلس الإدارة حول الأوضاع الأمنية. أرى هنا فإلى هناك، في أمان الله. وأنا أسيب الكلمة للسيد اللواء صلاح زيادة رئيس النادي العام.